الطيران الاقتصادي هو أسوأ طيران ممكن تجربه، هو ده حقيقي؟ ما تخليني أسألك سؤال الأول، هو أنت بتختار طيران اقتصادي ليه؟ علشان توفر؟ هو فعلا بيوفر، وبيوفر كتير قوي كمان في الحالات دي. أول حاجة لو حجزت بدري، علشان كل ما بتحجز قبل الرحلة بمدة أطول كل ما كانت الأسعار أرخص. تاني حاجة لو أنت من الناس اللي بتسافر من غير وزن، يعني معاك شنطة صغيرة أو شنطة ظهر. تالت حاجة لو أنت مواعيدك فلكسبل، لأن الرحلات كتير بتتأخر وأحيانا كمان بتتلغي. رابع حاجة لو رحلتك قصيرة ومش بيهمك قوي الرفاهيات اللي على الطيارة زي الشاشات، الأكل والمشروبات، وبصراحة كمان هي كراسيها مش أريح حاجة. رقم 5 لو انت قناص للفرص ومتابع العروض، ممكن جدا تجيب تذاكر لأوروبا بأرخص سعر، بس خلي بالك علشان في حاجات لو عملتها هتدفع أكتر من الطيران العادي وهتبقى تعبت نفسك على الفاضي. ضروري لما تيجي تحجز تقرا كويس قوي شروط التغيير أو الإلغاء في التذاكر، وده علشان ما تتفاجئش انك هتدفع كتير قوي او ممكن حتى تضطر انك تدفع ثمن تذكرة جديدة، ولو معاك وزن زيادة هتدفع أكتر. وخلي بالك ان هم بيركزوا جدا جدا في الموضوع ده، ولو عطشت او جعت على الطياره برضه هتدفع. كمان خلي بالك ان الطيران الاقتصادي معظمه بيطلع من مطارات بعيده عن المدن، فده ممكن يخليك تدفع فلوس زياده في المواصلات وتضيع اللي وفرته. الخلاصه لو مش مهمه بالنسبه لك التفاصيل دي وعايز توفر، الطيران الاقتصادي ممكن يكون بالنسبه لك حل ممتاز. قولي بقى في الكومنتس ايه الغلطات اللي انت غلطتها وانت بتحجز تذكره سفر قبل كده.